زنزوني يا اخي. وبالنسب شنو ما دار تبارك لي ولا شنو؟ وبارك لك على شنو يا نزير؟ على عقدين خطيبتك. شنو ما فاهم ولا شنو؟ ادي يا اخ. بدي ولكن ما هسه يا دامبا. والله انا في حاجه واحده بس محيراني. انت لميت المبلغ ده كيف وجبته من وين المرقك بالسرعه دي؟ ربنا دمها كريم شديد العقاب. كريم كيف؟ ربنا ما عارفني مظلوم يا نزير، جاب لي اسباب طلعتني من السجن. وشديد العقاب كيف؟ انا طلعت، انت حتمشي وين؟ مش وين انا قاعد ما بمشي اي حته. انا ما ظلمتك يا زين، وكله بالقانون، كله بالقانون. انت اديتني ورقه على بياض وانا كتبت اللي انا عايزه. عارف يا نزير، انا من اول دقيقه خطيت كراعي في السجن وانت قاعد هنا. كل يوم كنت بفكر انا حنتقم منك كيف. بالمناسبة الكورة دي هسه انت غالب 1-0، لكن ده الشوط الاول. لا ده ما الشوط الاول، ده الشوط الثاني. انت اثناء الشوط الثاني. تفضل يا اخي، ده عقد بيت عمك بالمناسبه. انت ما مفضله عليه، لكن يتفضل جيب له عصير يا ولد. تعال. نخاشي بالبيت دي. زين اخوي، مالك يا زين؟ ما كلمتني انك طلعت. وطلعت كيف؟ خليك من طلعت يا طيب. انت هسه جاي قاشر كده، جاي تحضر عقد خطيبتي. قاشر شنو يا زين؟ انا جبت مشوار هنا وما عارف انه في اي عقد. بعد ما جبت المشوار قلت بالمرة اقعد احضر عقد خطيبة صاحبك. يا زين انت مالك يا اخوه؟ انا جبت المشوار وما عارف اي عقد، ولقيت اولاد الحله بتونس وقعدت اتونس معهم. في شنو؟ اول حاجة ما تقول لي اخوة دي، لانه انت ما اخوي. ثاني حاجة انا ما اسمي زين الدين، انا اسمي زاهندة. ثالث حاجة طيب لو كنت اخوي اخواتي ما كانوا جوني مدقوقات في السجن. من اليوم ذاك انا رميت طوبتك، وانا لما دخلت السجن كنت قايل انا خليت اخواتي لرجال، لكن الواضح انه انا امنت اخواتي لرجال فشلت. جزاي كتر خيرك، كتر خيرك يا اخوي. انا ما عندي اي خير. كتر خيرك، كتر خيرك يا اخوي. تبي عزة؟ مالك يا ابوي؟ بسم الزين الله. الزين برا واقف عشان يبارك لك. زين منو يا ابوي؟ الزين ولد عمك يا بنت. وانت مالك؟ انت عارف بتقول في شنو؟ زين منو يا ابوي؟ عزة الزين ولد عمك ما بتعرفيه؟ وزين في السجن. طلع يا بنت. كيف طلع يا ابوي؟ كيف دي؟ أنا ما عارفها، لكن أقسم بالله الحاجة اللي أنا عارفها الزين ولد عمك بدمه وبشحمه واقف برا راجيكي تطلع واقف عشان برا؟ يبارك لك، واقف برا في الصيوان. الله يستر يا رب. زين ليه يا عزة؟ طلعت 200 يا زين. ما كنت عاوزاني اطلع ولا شيء؟ لا يا زين ما تفهمني غلط. ده كله ما افهم غلط. طيب الصح شنو يا عزة؟ صح اني انا عايزه اطلعك. انا عملت ده كله عشان اطلعك يا زين. يا اخي تصدقني؟ اصدقك؟ عزة انا جيت هنا عشان اقول لك حاجة واحدة بس. اسمعني قبل انا ما داير اسمع، انا جاي اتكلم يا عزة. اول حاجة مبروك يا عزة، وربنا يهنيك بالنذير راجلك اللي بسببه خطيبك خش السجن. شكرا يا عزة، شكرا لانك عرفتي بجد كيف تقيفي معي. شكرا يا بنت عمي. انت ما فاهم حاجه. يا عزة خليني اتكلم. شكرا يا بنت عمي لانك عرفتي تختاري الوقت المناسب تماما تخليني فيه يا عزة. شكرا لانك اثبتي لي انه الدنيا دي ما فيها زول كويس يا عزة. انا على قدر ما توقعت يا عزة انه في ناس كعبين في الدنيا دي، اكعب منك ما لاقاني. لا يا زين، لا لا. بالمناسبة انت ما حتتهني بزواجك ده يا عزة، لانه انا النذير عندي معاه تار ولازم اخلصه. واوعي تتخيل يا عزة انه انا
ما حخليك تتهني بزواجك ده عشانك انت، ما عشانك، لانه النذير ما بهمك، لانه النذير ما عرسك رجاله، عرسك برضاك يا عزه يا رخيصه. يا زين زين افهمني. أريج، أخبارك شنو يا هلا؟ تمام الحمد لله. اسمعيني دايرة أسألك سؤال. امم أنت في زول في حياتك؟ زول يعني شنو؟ صديق، حبيب، قريب؟ لا ما في زول. ولا زولة كيف يعني؟ يا أخي ما تفهم غلط، يعني أخت، صاحبة، قريبة لك كده يعني. لا ما في. عيني يا أريج، اوعى تكوني قالاني ما عارفة الكلام اللي بيحصل بينك وبين نيفين. دقيقة ما تظلميني معاك. أول حاجة نيفين دي أنا اعتبرتها أختي وصاحبتي وكده، وهي برا فهمتني غلط. أنا والله بصراحة عايزة لي أخت أهتم بيها وتهتم بي، تكون قريبة مني وأكون قريبة منها ونسأل من بعض. من الآخر كده أنا وحيدة والله. عيني يا أريج، أنا ما عندي مشكلة تكوني أختي، لكن لو عرفت إنه كلامك ده وراه ميولك الغريب ده ما تلومين لنفسك. لا والله أخت. سامح. نفذ الكلام اللي قلت لك ده. حاضر يا ريس. بطل شغل دول البرد. حاضر يا ريس. كيفك يا غريب؟ أنا كويس، بس سهير دي شكلها طلعت. هاي أنا عارفة سهير طلعت، عشان كده جيت. بنت مجنونة ولا شنو؟ أنا مش لك ما تجي هنا تاني، وعندك شقة أنا مهجرة لك، لما أدور أقابلك بجي أقابلك فيها. غريب انت طولت ما جيت وانا اشتقت لك، جيت اسلم عليك فيها شنو يعني؟ حلقة المراخين دي. مشي. خلاص هتجي الليلة طيب؟ بجي أمشي يلا خلاص مشي. خلاص تمام ما تتأخر. يا بنت أمشي. انت يا غريب البنت اللي كنت واقف معاك باللي منه دي عز خطيبتي يا دامبا، كنت خاطبة، بعد دخلت السجن خلتني، تخيل خلتني عشان منو؟ عشان الزول تدخلني السجن. الدنيا دي غريبة خلاص، على قدر ما الزول يتوقع فيها الكعب يقول لك وين؟ أنا بعيدة شديد. يا عزان ده ما مخلوق عشان تحب ولا عشان تتحب، تزول عالم وكان حديد. اسمعني طيب، أنا دايرك تجيب لي خبر أي كوفير في بحر دي، أي كوفير يا دام. ليش يعني؟ دي أخواتي شغالات في كوفير وأنا ما مستلمه. يا عزان ده انت مصايب على روحك ليه؟ السجن بكرة يوم الزيارة، وهنا أكيد ما عارف إنك طلعت، أكيد حيجوا عشان يشوفوك. إحنا مش نصب عليهم هناك تشوف ناسك ليك دير دايرين شنو. والله فكرة يا قريبك يا خقون. تحب الربة؟ يا زول الدعمة ملك الربة. خلاص أنا عازمك ربة، ستتك معك؟ ستة الدعمة ما بيتفارقوا، الموضوع فيه قسطير عشان أملخزنا دي قسطير جد. بس خلاص إحنا من هنا الفيلا مش نغير الهيكل ده، ومن هنا قدام يا حاج. انت كده مقفل يا دام. قوني يا زول. عزة مالك يا عزة في شنو؟ ايش خططت لي وفشل، ايش بنيت وتهدى يا إله. زين قل لي يا رخيصة،
حسبت لي عرس على الفاضي يا إيلاف. ضيعت نفسي أنا. عزة زي الجو حق يقول لك كده، بيقول لك أكتر من كده يا عزة. انت قادرة تفهمي يعني شنو الزول ده في السجن جاته الدبلة بتاعت خطوبته ويطلع من السجن يجي يلقى خطيبته على الرصاص؟ إيلاف أنا عملت كده عشانه، انت عارفة الكلام ده. أضحيت بنفسي عشان زين يا إيلاف. أنا كنت عايزة أشيل القروش دي وأطلعه من السجن. أنا عارفة يا عزة. طيب حاولي فهميه الكلام ده يا عزة وبرواقة. حاولت والله العظيم حاولت. تخيلي قاعد أضحك. حاولي أصلي له يا عزة، وحاولي تكلمي معاه تاني، وحاولي إنك تفهميه. أصلا لازم يفهم يا إيلاف، لازم يفهم. أنا ذات انت عارفة أي لازم يفهم. لازم. أنا حاجات معاك. بيواجهني شديد. خلاص يا عزة الله يرضى عليك. كفاية وصح. أكيد يا عزة حاجات معك يا أختي، خلاص اهدي. ان شاء الله كده ارتحتي يا نسرين. اكيد مبسوطه. ما بسطني شنو؟ بقيت رجلي حلالي وبالعلني وفي النور قدام الجمهور. ليه ما مبسوطه؟ يلا واخدي راحتك، البيت بيتك لحد ما يجينا في بطنك ده وينور علينا البيت الظلم 30 سنه ده، يملى علينا بهجه وفرحه وسرور. انت ما عارفه انا كيف نفسي كان في طفل يشيل اسمي. تستاهل السعاده حبيبي انا. وبعدين ما لكم من العجائز. عجايز والبخت بايظ. جريمة! خارجوا! انتوا منو تهرب مني شنو؟ اتذكرتني يا جريمة؟ لا يا اخو، لا يا اخ. طيب اذكرك، انا اخو البنت اللي انت كفرتها. ما تذكرتني؟ ما تذكرتك يا اخو، ما تذكرتك. شكلك بتكفت بنات الناس ساي في البلد دي كده. عليك كويس يا جريمة. والله ما بخليك، والله بشتكيك. اشتكيني؟ ليه انا اشتكيتك لما سرقتني؟ ايوه، انت كان معاك اخواتك. جيتني يا جريمة يا عيدان. حظك كيف؟ حسنوا ود الناس، انا بنزل بموت ود الناس. الدنيا دي حظوظ، يا الحظ اداك يا خلاك. حظك كيف يا جريمة؟ يا ود الناس الله يرضى عليك. الله؟ انت بتعرف الله؟ جريمة، انا حلعب معاك لعبة بسيطة شديد اسمها طرة ولا كتابة. جات طرة انا هحكي، جات كتابة انا حأذيك. طرة ولا كتابة؟ والله ما بخليك، والله ما بخليك. طرة ولا طرة يا اخ، طرة. امسك ده يا دام. جات كتابة. جريمة، انت اديتها لكف بيات يد. ما عارف يا اخ. هتكون اديتها بيدك اليمين صح؟ انا من الليلة هخليك تاني ما تمد يدك عليك. وبالمناسبة الرجال ايه بدق النسوان. تتذكر يا جريمة لما جبت سيرة قلت لك كده غلط، قمت قلت لي انت الغلط بتقدر عليه، انا الغلط بقدر عليه. الشارع ده خطر عليك، لو لقيتك تاني بوديك. وقع عليك ولا اعيده ليك؟ ولا اي وليمة دامك داير لي سنينة. سنينة فيها أذان دمها جديد كده يا أولاد. تعرف يا أذان الدنيا دي بير يا زول. لحاي مش بسنين تزادة
أمي قبل ما تموت وصتني وصيتين يا غريب. الوصية الأولى قالت لي أخواتك مهما فعلوا في الدنيا دي ما تمد يدك عليهم. الوصية الثانية يا جريمة ودي المهمة، قالت لي لو يوم في زول مد يده على أخواتك اقطع عليه. دامبا ثبت اللاعب ده. انتي انا بتصل عليك بالليل ما بتردي ليه؟ كنت نايمة. نايمة؟ شوفي انا لما اتصل عليك في اي وقت انتي لازم طوال تردي، فاهمة يعني شنو لازم؟ أريج. اها. انتي بتنومي وين؟ في بيتنا. عندي غرفة صح؟ اي عندي غرفة. أمك وأبوك حيين؟ هاي حيين. طيب أنا أمي وأبوي ماتوا في يومين، وقبل ما أجيكم هنا أنا كنت بنوم في الشارع. عارفة يعني شنو بتنوم في الشارع؟ يعني أنا السنة ممكن أكلك بأسناني دي، فاهمة؟ ألعبي بعيد يا ماما. يا اخي دي شنو دي؟ نيبين كلمة كلمتين طوال البنت صالحت مع الموضوع، لكن البني ادم دي شنو انتي ما عارفاه يا اخي، دي شنو ده يا اخي؟ يا قريبة فولة كيف؟ ده عندي تقول شيطان يا زول. أنا مهوي يا فولة كيف؟ أقرب محل فول هنا. هذول في شنو؟ ده عندنا 13 سنة وشي. سنين فيه قريب من التنجرين. عمري ما عملت عمل يبي. هذول شيطان. هذول دمون. جزار. زول بتحب الدم شديد. انت مستحيل تكون بني ادم. عارف كلامك الكثير اللي قلته ده فيه حاجة واحدة صح، انه انا ما بني ادم يا زلمة، لانه ما في بني ادم ممكن يحصل لي واللي حصل لي ده. فولة كيف يا زلمة؟ دامبا فولة كيف؟ راح يا زلمة بسود قصي يدين أبوي. انتي يا هالة اختك دي مالها؟ أختي مالها كويسة ما فيها حاجة. ما فيها حاجة؟ كده عن الفيديو ده. ده شنو ده؟ انت من الصبح ليك تصوريها؟ صورتها عشان اوري نادر انه في الكافيه ده في واحدة ملبوسة وممكن عادة تطفش لنا الزباين. لا يا نيفين ما تعملي كده عليك الله، انا ما صدقت تلقينا حتة تلمنا انا واختي كده حنتشرد.
مدام انت ما عايزه تتشردي حاولي خفي من جحفر شويه. انا ما عندي حاجه مع جحفر، لكن المهم انا وريتك، وتاني لو شفتك بتتخاففي مع جحفر ده الفيديو ده حيوصل لنادر وحيطردكم من الشغل طوالي. خلاص طيب. خالته كيف؟ الحمد لله، هبشر ان شاء الله في حاجه. عافية والله يا خالته. أظن أنا لحد الآن 40 كوفير يا خالته. أبي أي خبر؟ أنت كيف؟ انا كويسه يا زين، ماكله وشاربه وزي ما انت شايف، بس شايله هم حبيباتي ديل. في خبر كويس غايته. اها. السجن أصلا الزيارة بكرة. البنات ديل ما عارف إني طلعت، فأكيد حيجوا حنلاقيهم هناك. فعلا دي فكره حلوه شديد. خلاص تمام ان شاء الله. خلاص أنا داير أمشي، أنا تعبان شديد يا خالته. تصبح على خير. زين. هاي انت مالك يا زين؟ اتغيرت شديد. انا بقيت حاسه اني قاعده اتعامل لي مع زول ما بعرفه. في شنو يا ولدي؟ تغيرت؟ عليك الله يا خالتي في ذمتك. اللي حصل لي ده لو حصل لي حجر ما كان غيره، خليه أنا. تصبح على خير. تصبح على خير يا زين. تفضل يا ستهم. ما بتبالغ يا جحفر يا اخي. ما يقدر عليك يا ستنا. تسلم لي يا سيد الناس. تسلم لي عيونك انت. جحفر ممكن اطلب منك طلب؟ طلب واحد؟ قولي طلبات، ما عندك اي مشكله. انا بكره الصباح عندي مشوار، توديني؟ اوكي مشوار واحد؟ مشاوير انا اوديك. بس مشوار واحد. اوكي ما عندك اي مشكله. مش بكره الصباح، انا اليوم كله فاضي لك. تاني في مشكله؟ لا تسلم لي يا سيد الناس. تصبح على خير. انت باهل الخير. يا زاندا قعدنا كتير يا زول. اخواتك ديل شكلهم ما جايين الليلة. بيجوا يا زانبا بيجوا. ده شنو ده؟ Zanda. Zanda.
هالة زين الدين؟ وده شنو ده؟ ما تفهمني غلط. هدى وين يا هالة؟ امشي سوقيا ورجيني برا يا هالة. انت دقيقة يا شاب، انت منو ذاتك عشان تتكلم معاه بالطريقة دي؟ دقيقة يا بيبي، هالة دي بتخصني انا. امشي يا هالة ارجيني برا. امشي.